الزبادي من احلى الحاجات طبعا في رمضان وكمان في الايام العاديه. هعمله معاكم النهارده بطريقه سهله جدا وهينجح معاكم من اول مره. هقول لكم كده واحنا شغالين على شويه تريكات تخلي الزبادي معاكم زي ما انتم شايفين كده متماسك جدا جدا وكريمي جدا. يلا بينا بقى اقول لكم الزبادي بتاعنا عملته ازاي النهارده. اول حاجه جبت لتر من الحليب البلدي يكون نوع كويس، غليته وسبته خالص لحد ما هدي تماما وبقى دافي. اخدت منه ربع كوبايه في الخلاط. هنزل عليه بكوبايه زبادي، هنستخدم بس اول مره كوبايه زبادي صغيره من بره، وبعد كده الزبادي بتاعنا هو هيبقى الخميره بتاعتنا. هناخد منه معلقه كبيره، مش هنقدر ناخد كوبايه لان الكوبايه بتاعته كبيره، هناخد معلقه بس على كيلو اللبن. حطيت معلقه كبيره من لبن البودره، عايزه اقول لكم بتخلي الزبادي معاكم ناعم جدا جدا وطعمه حلو جدا، بس هي طبعا اختياري مش اساسي. ضربت ربع كوبايه اللبن مع اللبن البودره مع الزبادي كويس، وبعد كده نزلت باللبن بتاعي كله في الخلاط ضربته ضربه واحده، وبعد كده هصفيه عشان لو في اي تكتلات. وبس كده جهزت عندي هنا مكنه الزبادي بتاعتي. لو ما عندكوش مكنه زبادي هتجيبوا صينيه هتحطوا فيها ميه مش سخنه ومش دافيه، يعني وسط. هتحطوا الاول الكوبايات بتاعتكم، بعد كده تنزلوا بالميه يعني السخنه المتوسطه، وبعد كده تقفلوا الصينيه بتاعتكم تغطوها ببلاستيك راب، وتحطوا عليها اي حاجه مثلا تقيله عندكم، بطانيه تقيله في فرن. يكون الفرن بتاعكم دافي لمده 6 ساعات. لو الفرن بتاعكم لقيتوه مش دافي دفوه دخلوا الصينيه تاني. انا هنا مكنه الزبادي هشغل عليها الكهرباء لمده 6 ساعات، وهحط عليها حاجه من فوق بحيث يكون المكان دافي جدا لان احنا في الشتاء. قعدت بالظبط 6 ساعات ودخلتها التلاجة ساعتين. بقى الزبادي بتاعي جاهز كده زي ما انتم شايفين. مش قادره اقول لكم متماسك ازاي، شايفين؟ وكمان اللبن البودرة هنا خلى الطعم كريمي اكتر. انا مش هقارنه ببره لانه احلى بكتير من بره. حجم الكوبايه بتاعتي كبير جدا، يعني عارفين كوبايه الزبادي الصغيره بتاعت بره ام 7 جنيه؟ لا دي الدبل منها. فبجد مفيش اي مقارنه بين الزبادي بتاع البيت والزبادي بتاع بره. جربوه بالطريقه بتاعتي دي هيعجبكم جدا، هينجح معاكم من اول مره. اهم حاجه ان انتوا تستخدموا نوع لبن كويس. اللبن البلدي هينجح معاكم جدا جدا جدا، وهيخلي الزبادي معاكم يطلع متماسك بالشكل ده. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، واكون قدرت اقدم لكم معلومه سهله ومفيده ان شاء الله. واستنوني دايما في فيديوهات جديده بطريقه مفيده. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.